اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اهلا بيكم، وحشتوني. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الترمس السريع الحلو الجميل ده. طبعا انا غسلاه كويس جدا وهبيته ليله في الميه، بس ايه، مع تبادل الميه كل شويه نغير ميه كده من حين لاخر، عشان ننزل الماده الحافظه اللي فيه. وبعد كده بعد ما بيته ليله خدته غليته في حله كده على النار كويس، وبعد كده صفيت بقى الميه اللي غليت فيه، وجبت بقى ميه نظيفه في البرطمان، وحطيت عليه شوية ملح كده مش بطالين كويس كده. وقلبته بقى كويس كده، دوبت الملح، وبعد كده جبت الترمس وهنزله في البرطمان معايا هنا كده، وهسيبه لمدة يوم كده لغاية ما ايه يتملح كده ويبقى جميل. لو مش حب، لو كمية كبيرة عليكم بالطريقة كده بره، نحتفظ بيه طبعا جوه التلاجة. ممكن نعبيه في اكياس ونشيله في الديب فريزر، وقت ما نحتاج نبقى نطلعه ايه ونفكه كده في شويه ميه يبقى زي الفل. طبعا دي معايا الترمس اهو، حطيت عليه شويه كمون وشويه بابريكا، اللي حابب طبعا شطه يحط براحته. ومعايا طبعا الليمون، هنعصر عليه الليمون بقى كده. الله 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 الله، احلى سناك بقى واحلى حاجه، يعني حاجه جميله وعظمه كده، عظمه والله. كان معكم مطبخ هند. اعملوا لي بقى لايك وشير وكومنت، وفعلوا الجرس، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.